ازيكم يا شباب؟ معانا ان شاء الله النهارده الموديل فيربس. موديل فيربس اللي هي الافعال الشرطيه. طيب خلينا نعرف يعني ايه كلمه موديل فيرب. موديل فيرب ده حقيقي ممكن نستخدمه ان هو في حاجه تعبر عن امكانيه، حاجه تعبر عن احتمال، حاجه تعبر عن بريميشن مثلا، حاجه تعبر عن وجوب، ممكن حاجه تعبر عن بليم، حاجه تعبر عن ريجريت، وهكذا. الموديل فيرب ده نوع من انواع الافعال. الافعال كلها في حالة السؤال وفي حالة النفي بتستخدم verb to do او بتاخد verb to do، تمام؟ ما عدا الافعال اللي هي ايه؟ ما عدا الافعال اللي هي ال verb to be، افعال ال verb to be، وما عدا كمان الموديل verbs. او نقدر نقول ان الموديل verbs اهي، نقدر نقول ان الموديل verbs هي حالة شاذة منها. ليه؟ لان الموديل verbs انا ممكن ان انا انفيها، زي مثلا حاجة زي need مثلا، اخليها needn't، تمام؟ او ممكن على الصعيد الاخر ان انا اخليها doesn't او didn't او don't، ان انا اجيب معاها verb to do. فالموديل verbs ممكن انك تستخدم معاها verb to do، او ممكن انك ما تجيبش verb to do. عشان كده هي من الحاجات المهمة جدا. طيب خلينا كده اول حاجة ناخد اول واحد should و ought to. حقيقي should هو بالظبط ought to. should دي معناها ينبغي، او بتستخدم برضو لكذا حاجة. قالك لو should و ought to جا وراهم infinitive، يعني جا وراهم مصدر، ففي الحالة دي احنا بنستخدمها لإعطاء النصيحة أو إعطاء النصح. يعني مثلا على سبيل المثال you should أو you ought to، وبعد كده جاي وراها مصدر اهو do your homework، دي معناها إن أنت بينبغي إنك تعمل الواجب بتاعك. ممكن أستخدم حاجة تانية تعبر عن نفس المينينج، اللي هو you had better do your homework. you had better do your homework. حقيقي هنا أنا استخدمت had better. had better ده تعبير على بعضه. لو عايز انفيه اقول had better not، لو عايز انفيه اقول had better not، ما تقولش hadn't better، تقول had better not، لان had دي مش اصليه، تمام؟ بس كده، ده الموضوع بكل بساطه. طيب ممكن استخدم حاجه تانية، تقول I advise you to do your homework. يعني هنا احنا استخدمنا ايه في النصيحه؟ ممكن تقول I advise you to do your homework، زي بعض. او it's a visible، يعني انه من النصح that you do your homework، تمام؟ من وجه النصيحة that you do your homework. سواء دي او دي او دي، التلاتة نفس المينينج. لو انا عايز استخدمها في النفي فانت بتحط not you shouldn't او you ought not to waste your homework، او تنطقها oughtn't oughtn't to waste your time، تمام؟ زي الفل. يبقى احنا اول حاجه استخدمنا should او ought to علشان تدي النصيحه، واخدنا التعبيرات اللي بتساويها، واخدنا نفيها انك بتحط not. قالك ممكن تستخدمها بصيغة أخرى علشان تعبر عن الندم، الريجريت أو اللوم اللي هو بليم، أو التوقع، إنك تتوقع حاجة في المستقبل، تمام؟ prediction اللي هو التنبؤ أو التوقع يعني. قالك في الصيغة بتاعتها بتبقى شكلها عامل كده should أو ought to، بعد كده have، بعد كده الباست participle اللي هو التصريف التالت. تقول إيه؟ تقول you should أو you ought to، دي معناها إن أنت بينبغي، او انت من المفروض يعني، او من الصح have saved your time، انت بينبغي انك تحفظ وقتك. طيب الحقيقة ان هو ما حفظش وقته، وهنا انا بعمل حاجة اسمها blame او لوم. لما تيجي تستخدم you فانت بنسبة كبيرة بتستخدم البليم، لكن لو استخدمت I زي الجملة دي كده I ought to have done my homework but now I regret not doing it. I regret not doing it، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا بينبغي ان انا اعمل الواجب بتاعي، بس دلوقتي انا ندمان ان انا ما عملتوش. فبالتالي هنا ده بيعبر عن الندم، مش بيعبر عن البليم. لما استخدم I فانا بعبر عن الريجريت، انما لما استخدم you فانا بعبر عن البليم، ان انا بلوم حد قدامي. لكن لما انا بلوم نفسي بالمعنى العربي كده فمعناها ان انا ندمان يعني، تمام؟ في الحالتين بتستخدم ought to او بتستخدم should وهاف والتصريف التالت. دي معناها ان انت عملت عكس الحاجة. they should have arrived by now. they should have arrived by now هنا بقى انا استخدمتها للبريدكشن، التنبؤ، ان هما من المفترض ان هما يوصلوا دلوقتي، تمام؟ ممكن في النفي you shouldn't او ought not to have wasted your money مثلا، تمام؟ خليها my money او your money مثلا، مش هتفرق، تمام؟
او الافضل يور عشان استخدمنا هنا يو تستخدم هنا يور. تمام تمام، مفيش فيها اي مشكله. دي معناها ايه؟ دي معناها ان انت كان لا ينبغي انك تنفق الفلوس او تهلك الفلوس بتاعتك. تمام، او الفلوس بتاعتي لو انا استخدمت ماي. والحقيقه هنا ان هو بالفعل هلك الفلوس، يعني الحقيقه ان هو بالفعل هلك الفلوس. تمام، يبقى نقدر نقول ان هي ايه؟ he wasted her money his money مثلا. he wasted his money او she wasted her money. تمام تمام، بس كده. يبقى should او ought to استخدمناهم بعديهم infinitive في حالة النص. وقلنا ان احنا ممكن نستخدمهم بعدهم have we past participate التصريف الثالث في حالة التعبير عن الندم او اللوم او التوقع. حقيقي في حاجة تانية اسمها may او might معناها ايه؟ معناها احتمال، او بتعبر عن البوسيبيليتي اللي هي الامكانية يعني. قالك may او might يجي وراهم infinitive يعبروا عن الاحتمالية بالمضارع او المستقبل. يعبروا لي عن الاحتمالية بالمضارع او المستقبل. تقول لي I may او I might go shopping. I may او I might go shopping دي معناها ان انا احتمال اذهب للتسوق but I am not sure، بس انا حقيقي مش متأكد. تمام، ولعلمك may اقوى من might. may في المينينج بتاعها ان هي اشد واقوى من might شويه. قال لك may وmight ممكن نجيبهم زي بالظبط فكره should have we التصريف الثالث، ولكن هنا يتعبر عن الاحتماليه في الماضي. يعني مثلا علي may او might have gone to the bed but I'm not sure. يبقى ببساطة خالص may أو might لو جه وراهم infinitive فهي بتعبر عن الاحتمالية في المضارع أو المستقبل، لكن لو جبت وراهم have والتصريف الثالث فهي بتعبر عن الاحتمالية أو ممكن حتى الإمكانية ولكن في الماضي. موضوع سهل جدا. كان أو could دي معناها يستطيع. طيب كان لو جه وراها infinitive نفس الحاجة بالظبط، أو could لو جه وراها الانفينيتيف فهم الاتنين بيعبروا عن الإمكانية، ولكن كان بتعبر عن إمكانية بالمضارع أو حتى المستقبل. تمام، يعني تقول لي I can go shopping دي معناها ايه؟ انا استطيع التسوق. I can go shopping. او ممكن تقول لي I am able to go shopping او I will be able to go shopping لو انت عايز تعبر عن المستقبل يعني. تمام you can go shopping انت بتستطيع، بديلك اذن اهو permission انك تستطيع انك تروح للتسوق. او ممكن نستخدمها حتى في السؤال اللي هو can you give me my money مثلا، او can you give me this book. تستخدمها للسؤال عادي خالص. طيب الامكانيه بالماضي زي الامكانيه بالمضارع بالظبط، بس شيل كان وحط مكانها could، حط مكانها الماضي بتاعها. تمام، تقول لي I could go shopping هياها I was able to go shopping. الموضوع بتاع able to هو be able to بلس الانفينيتيف. دي كده القاعده بتاعتها be able to بلس الانفينيتيف. الفيرب to be ده بقى بيتغير على حسب المضارع او الماضي او حتى المستقبل. المستقبل will be، المضارع am او the are، الماضي was او were. طيب ننتقل الى حاجه تانية وهي could have بلس التصريف التالت. احنا اخدنا كان وكود وقلنا الامكانيه في المضارع والمستقبل والماضي. بقى could have لو حطينا لها التصريف التالت، وكود مش كان كود بس. تمام، زي بس برضو الفكره بتاعت should، انا استخدمت should have ما قلتش shall have، لا هي should بس. هنا برضو نفس الحاجه. طيب should have بلس التصريف الثالث دي معناها كان قادر ولم يفعل. كان قادر ان هو يعمل الحاجه دي بس هو ما عملش. عامله زي فكره البليم او الريجريت بتاعت الشود بالظبط. she could have called and spoken to me but she didn't هي ما عملتش. تمام، او she اي حاجه بقى منفيه. تمام، طيب دي معناها ايه؟ دي معناها ان هي كانت قادره ان هي تتصل وتتحدث الى مي، بس هي ما عملتش الحاجه دي. she couldn't have been at supermarket at 8 since she was at cafe لانها كانت في الكافيه. هنا انا استخدمتها بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي مش ممكن تكون في السوبر ماركت الساعة 8 لانها
كانت في الكافيه. طب هنا، طيب ليه هنا she couldn't have been ما قلتش she couldn't be على طول؟ علشان هنا انا عايز، لعلمك الصيغتين هما شبه بعض، هما الصيغتين شبه بعض جدا، ولكن انا عايز هنا أأكد على كلامي وقلت since she was at cafe. عارف لولا since she was at cafe كنا استخدمنا التانية عادي خالص. تمام، يبقى أقول she couldn't have been at supermarket، هي ما كانتش موجودة في السوبر ماركت. ولعلمك هنا دي تعتبر صيغة ذات قوة أكتر، يعني أقوى من couldn't بلس الانفينيتيف. تمام، أقوى منها. تمام، علشان أنا عندي دليل. كده احنا خلصنا كان وكود. قلنا ان كان ممكن تيجي معاها الانفينيتيف وكود تيجي مع الانفينيتيف بمعنى الامكانيه وبتساويهم ب able to والانفينيتيف. قلنا ان كود هاف بيجي وراها البي بي معناها كان قادر على فعل شيء ولم يفعل. ولعلمك كود هاف والبي بي تساويها may او might have والبي بي تساويها تمام، مفيش اي مشكله. طيب نيجي بقى للبعبع بتاع هذا الدرس must و have to و need to. must و have to و need to. اول حاجه ناخدها must. must بلس الانفينيتيف. must بلس الانفينيتيف، must معناها يجب، must معناها يجب، وmust دي اقوى حد في should و have to، اقوى من الاتنين دول. وهناخد دلوقتي الفرق ما بينهم كلهم في التريكات. قال لك ان must دي تستخدم في المضارع والمستقبل وما تجيش في الماضي. اقول لك you must help your sister. you must help your sister، انت يجب انك تساعد اختك. ادي must وجا وراها الانفينيتيف اللي هو حالة المصدر. You must stop smoking. You must stop smoking. انت يجب انك توقف تدخين. ادي must وجا وراها الانفينيتيف. طيب must دي لو جت في الماضي قال لك هتاخد had to. had to معاها الانفينيتيف. had to اللي هي جايه من have و has to، الماضي بتاعها اللي هناخده كمان شويه. تمام، يعني الماضي هنا نفس الماضي بتاع have to و has to بالظبط. اوكي تمام، يبقى الماضي من must had to. الماضي من must had to عشان في ناس كتير بتلخبط في الحتة دي. I had to stop smoking when I was young على سبيل المثال. You mustn't bark here ده في حالة النفي، ده في حالة النفي. و mustn't هنا تساوي forbidden اللي هو ممنوع أو محظور، أو أي حاجة، أو not allowed أو أي حاجة من الحاجات اللي بتساويها يعني. تمام، طيب امتى استخدم must؟ امتى استخدم must؟ قال لك must تستخدم مع القوانين العامة. يعني مثلا أنا في المستشفى in hospital، أقول in hospital you shouldn't smoke ولا you mustn't smoke؟ أكيد you mustn't smoke، حتى وأنا بتحدث كده قوية you mustn't smoke. مع القوانين العامة تستخدم must. مع السلطة الأبوية تستخدم must أقوى من should، والاتنين صح. مع النصيحة لشخص مقرب، النصيحة لشخص مقرب you must attend my wedding party، أقول له you must attend my wedding party، أنت يجب إنك تيجي تحضر. الإلزام الشخصي I must do my homework، أنا لازم إن أنا أعمل الواجب بتاعي. تمام، يبقى كده اتعرفنا على must وتعرفنا على استخدامات must. تعال بقى ناخد have و has to و has to بلس الانفينيتيف، برضو مضارع ومستقبل زي must بالظبط. تمام، معناها من الضروري بس مش الواجب. I have to wear the school uniform. I have to wear the school uniform معناها أنا يجب إن أنا أرتدي الزي بتاع المدرسة. طب إيه الفرق ما بينها وما بين must؟ هناخده كمان شوية، ولكن خلينا نعرف التكوينة بتاعتها إن هي have أو has to بلس الانفينيتيف. have to أو has to بلس الانفينيتيف. مش محتاج أقول لك have بتيجي مع مين و has بتيجي مع مين. طيب، وافتكر إن هي من الضروري وليس الواجب. I have to go work today. I have to go work today. I have to وجاي وراها المصدر معناها ان يجب ان انا اروح العمل النهارده. استخدمتها هنا لو تلاحظ في المستقبل. I don't have to work today. I don't have to work today او go work today، الاتنين صح. تمام، work هنا طبعا بتحل محل الفيرب. طيب اللي انا عايزه من هنا ان have لما جيت انفيها ما قلتش haven't، قلت don't او doesn't. استخدمت don't او doesn't. تمام، استخدمت don't هنا طبعا عشان I. تمام، طيب ليه ما قلتش haven't بقى؟ ببساطة خالص ما قلتش haven't علشان have هي الاساس بتاعي، وطالما have دي فعل اساسي زي بالظبط الافعال اللي لسه واخدينها من شويه. قلنا ان كل الافعال علشان تنفيها
بتاخد verb to do. فهنا انا استخدمت فعل مساعد اسمه verb to do. تمام، علشان ينفي لي الكلام اللي فات. I don't have to work today. عارف لو جبت مثلا حاجة ما بين have و to، زي مثلا على سبيل المثال got، ودي حاجة من الحاجات الشائعة جدا في البريتش لانجوج، تلاقيني كاتبها هنا اهو. لو جبت got مثلا، ففي الحالة دي قول haven't عادي، في الحالة دي قول haven't وهتبقى صح. تمام، تقول I haven't got to وتكمل بقية الجملة صح 100%. تمام، علمك الصيغة دي برضو صح، انك تقول have او has got to بلس الانفينيتيف هي بالظبط. لو انا قلت I have to work هي I have got to work. I have got to work هي I have to work. ولكن في النفي يا هندسة لازم تنفي have نفسها، ما تحطش don't او doesn't علشان انت عندك got. تمام، عارف ايه اللي حصل هنا اصلا؟ ده حل محل مين؟ المساعد، فانت ما عدتش محتاج مساعد اصلا، انفي بقى على طول. طيب في الماضي had to زي بالظبط ماست، في الماضي had to والانفينيتيف. طيب لو عايز انفي في الماضي سواء في الاثنين، ما ينفعش اقول hadn't، لا لازم تقول didn't have to زائد الانفينيتيف. نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام، لازم تيجي فعل مساعد، لازم تلزق فيها فعل مساعد. didn't have to بلس الانفينيتيف. اوكي تمام. نورا had to return home early. نورا had يعني كان من الواجب ان هي ترجع البيت مبكرا، كان من الواجب حاجة في الماضي. تمام، واتكلمنا عن الصيغ الاخرى. طيب دلوقتي انا فهمت must وفهمت have to وhas to، وفهمت ان دي في المضارع ودي في المضارع والمستقبل، دي في المضارع والمستقبل ودي في المضارع والمستقبل. تمام، وفهمت ان الاتنين من الضروري والاتنين من الواجب، وفهمت استخدامات must، وعارف استخدامات have او has to ان هي من الضروري وليس الواجب. ولكن انا يا باشمهندس عايز اعرف الفرق ما بين الاتنين، امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. طيب جميل خالص، خلينا ناخد need و needs to زائد الانفينيتيف، وبعد كده نرجع ناخدهم كلهم في التريكات علشان نلم الدنيا كده مع بعض. تمام. طيب هي need معناها من الاحتياج، ونيدز طبعا مش محتاج اقول لك بتيجي مع مين، زائد الانفينيتيف، وتيجي في المضارع او يعني في حالتها كده هي تيجي في الحالة المضارعة او المستقبل. تمام. عمر needs to work hard at school to pass the exam. عمر needs to work hard at school to pass the exam. دي معناها ان هو يجب ان هو يعمل بجد علشان ايه؟ علشان يعدي الامتحان. طب ما هي جت بمعنى الضرورة، هي تيجي بمعنى الضرورة وتحل محل have to، تحل محل have to عادي خالص. او تيجي بمعنى الاحتياج، ولو جت بمعنى الاحتياج فهي اقل منزلة من have to. ليه؟ لان have to معناها من الضرورة و need to معناها من الاحتياج، فالضرورة اعلى من الاحتياج، الحاجة الضرورية اعلى من الحاجة بتاعت الاحتياج. يبقى need ممكن تساوي have to وممكن تيجي اقل من have to، اقل من have او has to. اوكي طيب في النفي نورا needn't او doesn't need to do the homework. her mom will do it، يعني والدتها هتعمله، هي مش محتاجة او هي مش مضطرة ان هي تعمل الواجب. تمام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن انك تستخدم هنا needn't في النفي بس ما تجيبش معاها to، needn't يجي وراها المصدر على طول، او تستخدم verb to do وتحط وتحط معاها ايه، وتحط معاها to عادي خالص. تمام، وديت حالة من الحالات الخاصة. طيب needn't have بلس التصريف الثالث vs هنقارنها ب didn't have to او didn't need to او حتى needn't. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي انت بتقوله دوت؟ needn't وهاف والتصريف الثالث نفس الصيغة بتاعت should اللي هي بتاعت البيليم، وزي could وهاف والتصريف الثالث شبههم صح؟ شبههم. needn't ما جبتش معاها to اهو، needn't have والتصريف الثالث على طول. طب ايه الفرق ما بينها وما بين اما انا اقول لك didn't have to اللي احنا لسه واخدينها من شويه اللي هي كانت النفي بتاع had to، تمام، في الماضي طبعا، ولسه واخدين didn't need to هي بالظبط didn't have to، يعني didn't need to هي didn't have to، شبه بعض جدا. طيب و didn't need to هي لو انا قلت needn't، صح ولا انا غلطان؟ صح.
هي لو انا قلت needn't. طيب ايه الفرق ما بين العيلات ديت؟ قال لك ان needn't have والبي بي دي انا بستخدمها بمعنى لم يكن من الضروري، لم يكن من الضروري وانا ما كنتش اعرف بس انا فعلت. يعني we needn't have bought this baggy t-shirt. we needn't have bought this baggy t-shirt. يعني احنا ما كناش محتاجين ان احنا نشتري الزي الواسع والمرحرح دوت. ده معناها ان احنا ما كناش عارفين. دي كده معناها المينينج ان احنا ما كناش عارفين. تمام. طيب واشتريناه، ما كناش عارفين واشتريناه. طيب we didn't have to buy this baggy t-shirt. we didn't have to buy this baggy t-shirt معناها ان احنا ما كناش عاوزين او ما كانش من الضروري ان احنا نجيب هذا الباجي التيشيرت، واحنا كمان كنا عارفين هذا الموضوع. تمام. يعني نقدر نقول دي على غير علم، انما دي على علم. دي على غير علم، وهو طبعا بيجيب لك في السؤال ويوضح لك هذا الموضوع. تمام. ودي على ايه؟ على علم. انا بس جايبهم كده ساده بحيث ان احنا نفهم، لكن هو بيوضح لك في بقيه السؤال. تمام. يعني مثلا بيقول لك ايه؟ يقول لك مثلا على سبيل المثال وي بعد كده نقط this baggy t-shirt، وبعد كده يقول لك ايه؟ على سبيل المثال we decide not to buy it. احنا قررنا ان احنا ما نشتريهوش. طب احنا قررنا ان احنا ما نشتريهوش، يبقى ده على علم. على علم يبقى طبعا استخدم didn't have to، او استخدم didn't need to، او استخدم needn't. تمام. تمام. هناخد الحاجات دي كلها هنراجع عليها دلوقتي. يبقى هنراجع سريعا كده على need و needs to والانفينيتيف. دي كده في حالة المضارع او في حالة المستقبل بنستخدمها زي بالظبط have او has to، او ممكن هي تيجي بمعنى اقل منها شوية. في حالة النفي قلنا ممكن تنفيها needn't، حالة شاذة شوية، او doesn't او don't need to. والمصدر قلنا ان في حالة منها شبه الحتة اللي هي بتاعت البليم اللي هي موجودة في should، needn't have والبي بي، needn't have والبي بي، وقلنا الفرق ما بينها وما بين didn't have to و didn't need to و needn't. تمام. تمام كده احنا بفضل الله خلصنا الدرس وخلصنا اهم النقاط. خلينا كده نروح الى طرق التعبير عن الندم، نعرفها كلها، اللي هي طرق التعبير عن الريجريت. طبعا الطريقة اللي احنا لسه واخدينها من شوية I should have والبي بي، او I ought to have والبي بي. تمام. I regret والجيرند دي برضو من طرق التعبير عن الندم. ولو تلاحظ I regret زي بالظبط I suggest اللي خدناها الحلقة اللي فاتت، او I recommend اللي بيجي وراها الجيرند. تمام. ركز جدا في حتة الجيرند اللي بيجي ورا I regret. I wish I had والبي بي دي برضو من طرق التعبير عن الندم في الماضي التام. اخدنا الحتة دي في الماضي التام، واللي بيشبهها بالظبط اللي هو الحالة الثالثة بتاعت اف. الحاجات دي كلها مشروحة قبل كده. تمام. طيب في شوية important notes، حاجات مهمة. must وكانت يا شباب، must وكانت من الحاجات اللي بنستخدمها في السترونج deduction. في السترونج deduction لما يكون في عندي قوة في الديدكشن اللي قدامي او في القرار اللي قدامي. تمام. may او might او could بتكون اضعف شوية. may او might او could بتكون هي الاضعف. تمام. انما must قوية. ونقدر نحط مع may او might او could اللي هي مين؟ اللي هي should بتكون اضعف من must. تمام. طيب في بقى الخلاصة بتاعت اللي احنا خدناه كله. ايه الفرق بين لما انا اقول لك I should do my homework، I have to do my homework، I must do my homework، I need to do my homework، I may do my homework، I can do my homework. ايه الفرق بين الستة اللي قدامنا دول؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. هنبدأ من تحت لفوق. I can do my homework و I may do my homework الاتنين شبه بعض، ولكن I can أقوى من I may، و I may أقوى من I might. تمام. يعني كان أقوى من may أقوى من might. وصلت؟ وصلت. بس معناه ان انا استطيع اعمل واجب، انا بستطيع، بس في احتمال ان انا اعمل الواجب، في احتمال اقل يبقى مايت ان انا اعمل الواجب. دول كده ايه؟ خلصنا. I need to do my homework دي معناها انا محتاج ان انا اعمل الواجب. دي ما فيهاش اي حاجه. تمام. ما هيش شبه have to هنا، ما هيش شبه have to، لا هي I need to do my homework انا محتاج ان انا اعمل الواجب. have to اقوى بقى منها شويه. I have to do my homework انا من الضروري ان انا اعمل الواجب لان المدرس هيضربني. تمام.
المدرس هيضربني لو انا ما عملتش الواجب. طب هل هنا يجب ان انا اعمل واجب؟ لا، ده انا من الضروري ان انا اعمل الواجب، ولكن مش من الوجوب، لان انا لو ما عملتش الواجب المدرس هيضربني. عارف لما يكون في عاقبه؟ ما هو ده اسلوب شرط. لما يكون في عاقبه، استخدم هاف تو. لما ما يكونش في عاقبه استخدم ماست. وصلت دي؟ لما يكون عندي عاقبه مثلا ايه، the teacher will punish me، يبقى استخدم have to. يبقى I have to do my homework because the teacher will punish me، يبقى استخدم have to. طيب امتى بقى استخدم must؟ I must do my homework، انا بقول لنفسي الزام شخصي انا لازم ان انا اعمل الواجب، يبقى I must do my homework. I should do my homework دي عادي، دي ضعيفة شوية دي، وغالبا ما بيجيش كده، بتيجي you should do your homework، انت يجب انك تعمل الواجب بتاعك يا ابني. تمام؟ should دي ضعيفة، must و have to عرفنا الفرق ما بينهم. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عندك اي سؤال في القاعدة يا ريت تسيبه في الكومنتس، باذن الله الحل هيظبط الدنيا.